الكلام ده مش هيعجب بقى الفيمينست والمرأة وبتاع، بس الكلام ده باعترافاتهم هم شخصيا. البنات ما بتحبش تشتغل ويكون مديرها ست. مفيش بنت بتحب كده. في دراسة طلعت إن 80% من البنات تفضل إن يبقى رئيسها راجل، ما تحبش إن يبقى رئيسها ست. والكلام ده فين؟ في استراليا. يعني الكلام ده مش كلام بقى اللي هو في المجتمع الشرقي عشان المجتمع الشرقي ما بيحبش المرأة والمجتمع الشرقي معقد والهبل ده كله. أنا بكلمك كلام في معقل الفيمينست نفسها بقى. إنجلترا نفس الكلام، أمريكا النسبة بتختلف من ولاية لولاية، بس البنات دايما بتفضل إن هم يشتغلوا تحت إدارة راجل. تفتكر ليه؟ يعني تفتكر إيه اللي يخليهم يعملوا كده؟ بنات كتير قوي من السعوديه كانوا عاملين حوار على تويتر ان هم بيشتكوا ان مديرتهم بنت. وده انا في واحد اعرفه شغال ممرض، فبيقول لي انا دخلت الجيش وشغال في التمريض، وبقول لك التمريض اصعب من الجيش. ليه اصعب من الجيش؟ عشان مديرتك بنت. المهنه كل اللي مسيطر فيها ممرضات، فطبيعي ان هتكون مديرتك في مكانك بنت. بيقول لي بيعملوا من الحبه قبه، كل حاجه صغيره نكبرها، ضغوطات نفسيه، تحكمات، سيطره بطريقه اوفر. بيحس ان هو في ايه؟ مفيش كده، انتوا ازاي بتعملوا كده؟ اللي بيحصل ان انت ما ينفعش تدي السلطه للبنت. انا بتكلم دايما في العلاقات لازم تبقى انت اللي مسيطر، علشان لو هي سيطرت فهي هتبتز السلطه دي، هتاخد السلطه دي وهتدمر بيها العلاقه، وهي مش دريانه. هي ممكن تكون فاكره ان هي بتعمل الصح، لكن هي ما عندهاش المقدره ان هي تبقى مديره. هي ما عندهاش المقدره ان هي تبقى هي اللي مسيطره. ده ضغط نفسي عليها. مش شرط ان هي ما تشتغلش خالص، بس ما تبقاش مديره. ان هي لو بقت مديره ضغوطاتها النفسيه هتخليها تتحكم في الناس. ممكن في يوم تبقى مش قادره تتحكم في مشاعرها، مش قادره تفصل ما بين الشغل ما بين البيت، ما بين انا شايف ايه المنطقي الصح وايه العاطفي الصح. هي طبعا هتعمل العاطفي الصح. المشكله يعني انت ممكن كراجل ما تتاثرش بالموضوع ده قوي. يعني انا في الكليه كنت احب ان تبقى المعيده بتاعتي بنت، عشان انا عارف هتدلع. مش عايز ارسم، هو انت ممكن ترسمي الرسمه دي؟ مش عايز اعمل، هو انت ممكن تعملي لي كده حاجه نسيتها؟ بقول لك ايه، تعالي اشرحي لي الحوار ده. كانوا بيدلعوني الصراحه. انما لو راجل صراحه لو رحت قلت له كان هيقول لي ولا ما تذاكر اتعب نفسك. هو عنده حق الصراحه، انا بتمرقع بس ده عشان انا راجل. لكن البنات نفسها من بنت لبنت الموضوع بيبقى صعب. من بنت لبنت الموضوع بيبقى مستحيل، لان البنات ما بتحبش الخير لبعض. وده اتكلمت عنه في فيديو هسيبه لك في الكروت. مفيش بنت بتحب الخير للتانية، لان البنات ما تحبش تشوف واحدة احسن منها. احنا بشر وفي غريزتنا ككائنات حية ان احنا نتنافس مع بعض. بس الرجالة بتتنافس مع بعض عن طريق بقول لك ايه، انت احسن مني، طب انا بقى هقتل نفسي عشان ابقى احسن منك. بترفع حديد اكتر مني، بقول لك ان انا هفشخ نفسي في الجيم بس هرفع اكتر منك. انت احسن مني في الشغل، هشتغل ليل نهار بس هترقى. انما البنت انت مرتبطه بواحد قيمته عاليه، انا هلف عليه وهوقعكوا في بعض. تروح تكلمه بكل انوثه، بكل محن، بكل حاجه صاحبتها بتحكيها لها هو بيحبها هتعملها عشان تشد منها. تكلم صاحبتها، على فكره انا مش عارفه انت قابله على نفسك ازاي تبقي مع راجل زي ده، انت ازاي تعملي حاجه زي دي في نفسك، انا لو مكانك هسيبه. البت يتملي دماغها، تتخانق معاه، تقل منه. اي راجل طبعا مش هيستحمل يتقل منه، يقول لها بقول لك مفيش الكلام ده، العلاقه دي انتهت يلا. او حتى لو هو استحمل ان هي تقل منه، هي هتكرهه عشان هو سمح لها ان هي تقل منه وبقى في نظرها مش راجل، فهتسيبه. فالعلاقه اتدمرت. وبوم، في يوم وليله تلاقي صاحبتها راحت له وعايزه ترتبط وعايزه مش عارف ايه وعايزه ايه. بيحصل كتير. عمري ما سمعت ان في رجاله بتغير من بعضها الغيره دي او رجاله بتنفس من بعضها، لكن دايما البنات بينفسوا من بعض بطريقه اوفر. لو بنت ماشيه في الشارع وشكلها حلو فانت عينك جت عليها تقول لك ايه عجبك؟ على فكره شعرها ده فيك، وحواجبها دي فيك، وضوافرها دي فيك، ومش عارفه ايه اللي هي لابسه دي بلوزه الرقاصه دي. انت ايه رزقك رقاصات؟ اجيب لك بنات من الشارع. بتحاول تقلل من قيمه البنت عن طريق التلاعب علشان تثبت لنفسها او تثبت ليك ان قيمتها اعلى. تتلاعب بيك عن طريق ان هي تقلل قيمه البنت اللي انت شايفها. في الشغل بقى اضرب ده في 10. البنت اللي بتطلع فوق او البنت اللي بتمسك مديره بتبقى عارفه ان ده منصب صعب توصل له كمراه. الشركات المالتي ناشونال دايما بتحاول تعملها نسبه، يعني مش مهم عندهم
ان هي تبقى كويسه في الشغل قد ما مهم ان احنا عايزين اي بنت تطلع علشان النسبه، عشان محدش ينتقدنا ومش عارف ايه. فالبنت اللي بتطلع بتبقى عارفه ان هي وصلت لحاجه صعبه، حاجه ممكن ما تتكررش، فهي مش بتحاول تسهل الدنيا على البنات التانية. مثلا نظره المجتمع ان البنات وحشه، فانا هسهل عليهم ده عن طريق ان انا اخد بالي منهم وابقى في ظهرهم، النساء للنساء او الكلام اللي بيتقال لنا. لا، هي اما بتمسك في السلطه مفيش بنت هتمسكها بعدي، هتبقى احسن مني ولا ايه؟ انا ههنكم. انا كان عندي مديره في الشغل كانت هي السبب ان انا اسيب الشغل. مش هقول اسم الشركه، مش هقول اسمها عشان ما ينفعش، بس اي حد عارفني هيبقى عارف هي كانت بتعمل ايه. تقول لك كلام في يوم وليله، الكلام ده بيتقال لحد تاني في يوم وليله، كلم حد تالت تقول له عكس الكلام بتاعك، فتخليك انت يعني لولا ان احنا اصحاب واحنا عارفين بعض فبنحكي لبعض كنا هنصدق اللي هي بتقوله. طب انت ازاي تقولي لي كده؟ انت ازاي تقولي لي كده؟ ازاي تقولي لي كده؟ كلام عكس بعض. هي بتحاول تاخد كل واحد على قد عقله عشان يعمل لها اللي هي عايزاه، تبقى عارفه نيتك الاصليه ايه، هتهينك بعدها. الشغل انا مش فاهم احنا ليه بنعمل كده. انا احب يبقى مديري راجل، مديري سالك، مديري بقول لك ايه يا هيثم، اشتغلت 1 2 3 عناية ليك، ما اشتغلتش ما اعرفكش. سالك سكه ودغري. مديري ممكن يبقى مراته معكنين عليه، ابنه تعبان، عمل حادثه وهو جاي، كل الكلام ده بره الشغل. جوه الشغل باشا انت مالكش ذنب في الكلام ده، انت برضو راجل جاي تاكل عيش، مالكش دعوه باللي حصل. اللي ممكن احكي لك ممكن نتكلم، لكن اعكنن عليك عشان انا متعكنن عليا ما بتحصلش. ولو حصلت بعدها ب5 دقائق يجي يتاسف لك. يعني انا كان عندي مديري ما نامش بقاله يومين وممكن يتعصب بعدها ب5 دقائق، حقك عليا انا اسف، انا ما كنتش قصدي، انا عارف ان اللي عملته ده غلط، بس انا حصل لي 1 2 3. تقدره عشان هو قدرك. انما ما فيش بنت بتعمل كده. انا كان في نفس الشغل ده كان في مديره بنت، وكانت شكلها كيوت فشخ وشكلها طيبه معايا، احنا بنحبها شخصيا. مع التيم بتاعها بقى اسوأ حد ممكن تشتغل معاه، خصومات، اسلوب غريب، تلاعب، كلام بيتقال له بيحصل عكسه. جت مديره فوقها كانت بتكرهها، مش طايقاها، تلسن عليها بالكلام في كل حته. المديره الكبيره بتكرهها ومش طايقاها. ليه؟ طبيعتهم، هي انثى، دي طبيعتها. عشان كده البنات ما بتحبش تشتغل تحت مديره بنت، لان المديره البنت بتنفسن، المديره البنت بتتكتك، المديره البنت بتعمل عداوات بالحبه قبه، خصومات، تلكيك، ضغوطات نفسيه بتطلع عليك. مش هتلاقي الكلام ده من راجل. فما تصدقش بقى السوشيال ميديا والنساء للنساء والمجتمع كله هيبقى احلى لو ما فيهوش رجاله، كلنا هنتدلع. لا، الكلام ده مش حقيقي. خليش الحاجات دي، وده السبب اللي انا عامل الفيديو عشانه، ان انا عايز اقول لك ان اللي انت بتشوفه حاجه وان الحقيقه حاجه تانية. هي ممكن تقول لك النساء للنساء والدعم واحنا محتاجين نقوي بعض، ما بيحصلش. الحقيقه حاجه تانية. ممكن تكون منزله ستوري هي وصاحبتها وكاتبين كلام حب، صفحتين كلام انا ما اعرفش بيجيبوه منين. الحقيقه بيتكلموا على بعض كلام انت ما تتخيلش ان دول يعملوا في بعض كده. دي طبيعتهم. عشان كده دايما لما بيكون في بنت وقربنا من بعض، اول حاجه بقولها لها كلام صحباتك اخطر من اي حاجه في الدنيا. اللي بينا ما يطلعش، ما ترميش ودنك ليه، عشان لو عملتي الحاجتين دول مش هتحافظي على اللي بينا. لان انا عارف اللي بيحصل، وعارف اللي بيتقال، وعارف ان بنت ممكن تغير منها عشان هي معاه فتحاول تدمر العلاقه. دايما تلاقي على جروبات البنات البنت تنزل البوست انا جوزي مش عارف بيعمل كذا 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 كذا، هتلاقي بص هجوم، اخلعيه، ارفعي عليه قضيه، شرديه، هو ازاي يعمل فيك حاجه زي كده. عمرك شفت بنت؟ الا قليل، لان في بس بنسبه مثلا 9 من 10 9 بنات بتقول البق اللي انا لسه قاله ده، وبنت واحده بس. لما تحاولي تصلحي الدنيا بينكم، تخربيش بيتك، دي حاجه تافهه، دي حاجه ما تضايقش. فيها ايه يعني لما يقول لك اعملي لي فطار؟ ما هو الراجل حقه. البنت في الاغلب شعرها بقى بتحلى، بقى كل البنات بتقول ان انا استاهل احسن من كده، يبقى انا فعلا استاهل احسن، انا هخلعه، انا هتطلق، انا مش عارف ايه. تقوم تعمل مصايب وبلاوي وتاخد اللي هي عايزاه وتتطلق وتاخد حقها كمان. وبعدين تلاقي ثواني انا بيتي اتخرب، انا ولادي هيتربى لوحده. الموضوع كان تافه، ما كانش ممكن يوصل للحوار ده كله. انا كان ممكن استحمل، احنا كان ممكن نتكلم. انا ايه اللي خلاني اطلب الطلاق كده؟ وتندم في اللحظه دي. بقت زي البنات اللي بتقول لها تعمل كده. البؤس يحب اللمه. misery loves company. واحده بائسه، واحده مش طايقه حياتها، واحده مش عايزه حد يبقى احسن منها، واحده صفرة
منافسنا بصرم. الكلام ده يعني كلمة صفرة منافسنا بصرم مش الرجالة اللي عاملينهم، البنات هي اللي مألفة الكلمات دي عشان دي الثقافة اللي ما بينهم. يعني انت عمرك ما هتشوف راجل بيقول على راجل ده عم ده راجل بصرم. عمرك ما تبقى قاعد مثلا مع ابوك مثلا وعمامك يقول لك شفت الراجل اللي بصرم، راجل بصرم. عمري ما شفتها في قعده رجاله الصراحه. عمري ما قعدت مع صحابي في المدرسه في الكليه في الجيم في الشغل ولقيت حد بيقول ده راجل اصفر. يمكن لما طلعت كلمه يا صفرا ترند بس كنا بنهزر بيها شويه عادي، بس الكلمه دي مين اللي مطلعها مين اللي مألفها؟ البنات. لان ده اللي بيحصل ما بينهم في الشغل. بتبقى زي الحرب البارده بقى اللي هو باسيف اجريسيف. لو يعني انا هعمل لك حاجه عنيفه بس من تحت لتحت. انت لو اتكلمت قال لك هو انا عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه على فكره. وانت ماشي كده تبص لك النظره اللي هو انا عامل حاجه وانا قصدي بس انت مش هتعرف تعمل حاجه. والتنمر او الاساليب العار، الاغتيالات النفسيه اللي بتحصل اللي بيعملها البنات. يعني انا مثلا ما بشوفش راجل الا قليل وغالبا بيبقى راجل منسون يقول لك انت ايه التيشيرت اللي انت لابسه ده؟ هو انت شعرك عامل كده ليه النهارده؟ مفيش حد بيتكلم كده اصلا. الرجاله اللي مش منسونه. انما المنسون هتلاقيه بيعمل كده وفي بيحصل بس قليل جدا من الرجاله. انما البنات كلها كده. البنات هي اللي بتتنمر على بعض، هي اللي بتعمل صدمات نفسيه لبعض، هي اللي بتقول كلام ما يتنسيش. لو بنت تخنك كيلو ممكن تتهزق، ممكن يتنمروا عليها لا بس انت تخنتي مش عارف ايه. وبرده شغل اللي هو باسيف اجريسيف اللي هو انا ههينك بس من تحت لتحت، فانت مش عارف تعمل ايه. الحاجات دي اللي بيعملها البنات. فما تتخدعش من كلام المجتمع، من كلام الماتريكس، من كلام المصفوفه اللي احنا عايشين فيها ان النساء للنساء والنساء في ظهر بعض. لا، البنات نفسها بتقول لك انا احب اشتغل تحت اداره راجل. الراجل هو اللي يعرف يحكم. أنا اتكلمت بالتفصيل عن ليه البنات ما بتحبش الخير لبعض أكتر من كده، فأنت ممكن تشوف الفيديو ده من هنا هتعرف أكتر عن الموضوع.